السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بحضراتكم في قناة ترندات حصرية. هنتكلم في الفيديو ده عن ظهور الشاب صاحب واقعة عزاء شيرين سيف النصر في فرح بنت بدرية طلبة ورانيا يوسف، وظهورها الجريء بفستان جريء في مهرجان أسوان، وزينة ترد بحدة على انتقادات طارق الشناوي. يلا بينا. ظهور الشاب صاحب واقعة عزاء شيرين سيف النصر، واللي كان أحمد عبد العزيز ظهر في العزاء، وكان ظاهر في فيديو متعصب على هذا الشاب، وهو شاب من ذوي الهمم. وبعد كده أحمد عبد العزيز حضر في برنامج واعتذر، وقال إنه ما كانش يعرف إن هذا الشاب من ذوي الهمم. واللي فاجئنا ظهور هذا الشاب في فرح بنت بدرية طلبة. وطبعا في ناس كتير انتقدت هذا الظهور. في بعض الجمهور قال ان هي بتجبر بخاطره وشكرها على هذا الموقف، والبعض الآخر طبعا غلطها وقال لها كانت خلت الموقف ده بينه وبين أحمد عبد العزيز اللي اعتذر للشاب، وخلاص ما كانش كبرت الموقف ولا كانت عزمت الشاب في فرحها. دول الناس طبعا كانوا شايفين ان بدرية بتاخد اللقطة وخلاص وبتعمل ترند. أما عن رانيا يوسف فهي دائما تثير الجدل حولها بسبب لبسها وبسبب لبسها الجديد. تحتفل الفنانة بدرية طلبة يوم الأربعاء، احتفلت بزفاف ابنتها الصغرى سلمى في إحدى الفنادق الكبرى. كانت العروسة تظهر بشكل رائع، وبدرية كانت جميلة وظهرت بشكل ملفت وجميل في هذا الفرح. وأيضا ظهور الشاب صاحب واقعة عزاء شيرين سيف النصر في الفرح. أما عن الفنانة المصرية الجميلة رانيا يوسف فتثير موجة من الجدل بسبب تصريحاتها الغريبة تارة وإطلالاتها الغريبة والجريئة تارة أخرى، لكنها في كل المواقف تتحلى بالقوة والقدرة على الرد والدفاع عن نفسها. تعرضت رانيا يوسف لموجة من الانتقادات بسبب إطلالتها الجريئة في مهرجان أسوان لسينما المرأة، والتي ارتدت خلالها فستانا جريئا باللون الفضي بقصة صدر مفتوحة ودون أكمام، وانسدل الفستان طويلا وتركت شعرها منسدلا. أما ردها على هذه الانتقادات فقالت لبرنامج الستات ما يعرفوش يكذبوا: لا أسمع لأي انتقادات حول ملابسي، هذا ذوقي وشخصيتي ولن أتغير من أجل أحد حتى لو فقدت جزء من جمهوري. هذا هو الفستان الجريء التي ارتدته رانيا يوسف. أما مؤخرا فكشفت رانيا يوسف عن أنها تعيش قصة حب جديدة، لكنها لن تتغير من أجل أي شخص، إذ قالت لبرنامج الستات ما يعرفوش يكذبوا والذي يبث عبر قناة CBC: أعيش قصة حب جديدة وحاليا في حالة إعجاب متبادل، وهو متواضع جدا ومكافح جدا، بحترمه جدا، وهو مطلق وله ابن، وهو صديق كويس لطريقته، وهو أكبر مني ب4 سنين وأنا لا أؤمن بفرق السن. أما ردا على سؤال حول المواصفات التي ترفضها في الرجل الذي سترتبط به، قالت رانيا يوسف: أرفض البخل في الرجل، لأنه يعني البخل في الوقت، المسؤولية، العواطف، الماديات، وأرفض الرجل الذي يهتم بالمظاهر. أما عن الفنانة زينة فهي ترد بحدة على انتقادات طارق الشناوي. وبلهجة حادة ردت الفنانة المصرية زينة على انتقادات مواطنها الناقد الفني طارق الشناوي خلال لقائها في برنامج الحكاية،
والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة MBC مصر. فبعد أن خرج منتقدا إياها بالقول أنها تركت البطولات المطلقة في الأعمال وهي حزينة، وقدمت شخصية غير بطولية في مسلسل العتاولة، والذي خاض السباق الرمضاني الفائت الموسم سنة 2024. قالت زينة في ردها علي: أنا قدمت الليلة واللي فيها والحمد لله كسر الدنيا. وعندما أراد أن ينتقد العمل الفني قال زينة: أخيرا خرجت من مشاكلها. انت مالك ومال الكلام ده؟ ما تتكلم عن العمل حتى نستفيد منك والجمهور كمان. وأضافت وقالت زينة قال زينة: تركت البطولات المطلقة وهي زعلانة. لا، أنا مش زعلانة، الحقيقة أنا بقدم عمل مع نجوم كبار: أستاذ أحمد السقا اسم كبير جدا، أستاذ باسم سمرة، وأستاذ طارق لطفي، والمخرج الناجح والمميز أستاذ أحمد خالد. واختتمت بالقول: حضرتك بتتكلم عن العمل ومش عن طموحك الشخصي ليا. انا عارف انك بتحبني، لكن اتكلم عن المشاهد اللي قدمتها، واتكلم بحيادية وقول نقد بناء حتى استفيد منك. فليس من المقبول ان يكون هناك عمل وحضرتك تتكلم عن امور شخصية عندي. هذا كان رد الفنانة زينة على انتقادات طارق الشناوي. اتمنى ان يكون الفيديو عجب حضراتكم، ياريت عمل لايك او اعجاب للفيديو. اترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.